والتشييد، فشكل المسجد بداية التحدي. إنها اللحظة التاريخية التي ينتظرها الجميع، لحظة دخول مسجد الحسن الثاني. صرح ديني ومعماري فريد يرى النور بأكبر مدينة بالمغرب. المعلمة تهدف بالأساس إلى التواصل، إلى محو الفوارق في التيارات الفكرية، إلى تقارب ما بين التوجهات العلمية. بعض الكواليس التي نجهلها لا تزال راسخة في ذهن محمد مرجي المصور الذي وثق للورش الكبير عبر الصورة. جلالة المغفور له كان حقيقة كما تيقولوا بالدارجة ديالنا مسودا، خصو غير ينتهج الجمع يسالي، واللي كان يسالي بواحد النوع رفيع، بحيث بعض المرات تيعيط لي في التليفون تيقول لي غادي تمشي تصور لي المكان الفلاني باش يشوف واش هذاك المكان فعلا سلا ولا ما سلاش، وتنجيب الصور وتيبدا يشوف فيها. مأذنة أندلسية يصل طولها إلى 210 أمتار، وهي بذلك تعد أعلى بناية دينية في العالم. ما يزيد عن 10,000 من العمال والمهندسين انكبوا على مدى 5 سنوات على بناء هذه المعلمة الدينية التي تحولت اليوم إلى مفخرة لكل المغاربة. مأذنة تبهرك وهي تخترق السماء، أما بداخل المسجد فالتكنولوجيا أضفت عبقا خاصا على المكان. المغفور له الملك الحسن الثاني تابع عن قرب كل حيثيات البناء. كان عطينا التفويض الكامل باش نصوبوا داكشي اللي بغينا. كانت عندنا تقريبا دار 1500 واحد تخدم معنا هنايا، اللي تينقش واللي تيفرش، ومهم كان داكشي نشط، وكان سيدنا ساعه الله يرحمه تيجي عندنا في الميعادات ديالو. الشيء الجديد اللي كان جا به بانسو في ذاك الوقيته هو انه مزج ما بين جميع الفنون اللي عندنا في المغرب، يعني فنون المعمار. المعلمين ديالنا المغاربه عرف بانسو انه يأطرهم ويوظفهم في هذا المسجد. مسجد يتسع كما أراد له المغفور له الملك الحسن الثاني إلى 80,000 مصلي لأداء الصلوات الخمس وإحياء المناسبات الدينية، ليتحول بذلك إلى مركز للإشعاع الحضاري المغربي.